خير الدين مضوي، الجميع تفاجأ لدموع شوشي فوزي الحارس اللي تألق في اللقاء هذا، أدى مباراة كبيرة، يعود إلى مستواه شيئا فشيئا. إذا كان عندكم لي سيكونس تاع المباراة هذه أو هادو بعد التصدي للضربة الثانية وين اللاعب تأثر كثير، وكان صرح في تصريحه لوسائل الإعلام هذه كان حتى قبل تأهل الفريق، يعني بعد الضربة الثانية ربما شاهدت خير الدين المضوي المباراة. بكى اللاعب اللي يمر بظروف صعبة حتى من الناحية الشخصية، لأنه ربما الوالدة تاعو كانت مريضة وكان الكل يشتم في الوالدة تاعو. واش تقول لنا على مثل هذه الأمور اللي تحدث في ملاعبنا من شتم للوالدة في كل مرة؟ الناس كلها تعرف بأن كل واحد حاجة اللي عزيزة عليه سي لا مامون تاعو. والله احنا يعني صورة مؤثرة، يعني لما شفنا شوشي وزاد يعني عرفنا السبب عليه. ككل مرة احنا نتكلموا على هذا الشيء، وحتى نقدر نقولوا اللاعبين يتكلموا على هذا الشيء، انه كل مرة وفي كل مباراة الحارس المرمى يتعرض لهذا الشتم. يعني في كل مرة يجي يقذف الكرة، في كل مرة. والله عيب، احنا في بلاد مسلمة، ويعني احنا كنا جزائريين ونحبوا بعضنا، كل عيب لانه كل مرة نسمع حارس مرمى يشتم لما يجي يقذف الكرة ويخرج الكرة، يعني عيب كبير. وقال 48 وين نروح يسبوا لي الوالده؟ يعني اي ملعب تروح ليه بطبيعه لازم، يعني شاهدناها في كل الملاعب تقريبا. هي عاده يعني مش مليحه، خاصه احنا رانا في بلاد مسلمه، يعني المفروض نحترمه احترام بطبيعه الحال، وحتى انه الشتم والسب هذا في الملاعب لازم ينقص. ولازم الناس تحرض، يعني تحسس، تعطي نظن ميساج، رساله تحسيسيه للجماهير هذا، وعلى الاقل تنقص نوعا ما من هذا الشيء، لانه احنا رانا في عهد الاحتراف نوعا ما، يعني يعني على الاقل نخرجوا من هذا المشكل. لانه كاين دي بروبو راسيست في الاوروب لمباريات يحبسوا على جال لانه اللاعب حارس المرمى راهو تحت ضغط، حارس المرمى يعني الضغط تاعو اكثر من لاعب عادي، فلذا على الاقل احنا احتراما لهذا الناس واحتراما لهذه المهنه نقصوا من هذا الشيء. رانا نشوفوا في صور بكاء لاعب الشوشي صالح عصاد. واش يمكن تقول على بكاء اللي كان قادر يديكونسونطري، لانه كان في الضربه الثانيه كان حكم 2 بينالتي، مازالوا 3 بينالتي، كان قادر يتاثر بهذا الشيء، لانه قال لك شتموني في كل مره